اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون وعدد كل ما جاء به في علمه المكون صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعرف قدرها أحد يا من صفاته العلى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتني جدا من اخر فيديو نزلته على القناة. اولا كده صلوا بينا على النبي في التعليقات علشان ناخد ثواب انا وانتم ان شاء الله. ثانيا لو اول مرة تشوفي قناتي اتمنى تشرفيني باشتراك عشان يوصلك مني كل جديد وتفعلي زر الجرس علشان اي فيديو ينزل يجيلك اشعار بيه. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف وروتين جديد. زي ما انتم شايفين في اول الفيديو انا اعمل ممبار واكل يعني ايه هطبخ، يعني اعمل عندي وزة في الفريزر طلعتها وهعمل جنبها ممبار وشوية رز كده بالخلطة اللي هي بتاعت الممبار كانوا متبقيين عملتهم اهو. في الطبيعي واللي احنا متعودين عليه انه مفيش حد بيصور خيبته زي ما بنقول كده. فانا الحقيقه النهارده صورتها علشان اعرفكم مش كل حاجه تشوفوها ان انتوا تحاولوا ان انتوا تجربوها، لان بجد في ناس يعني ما عندهاش لا ضمير ولا ذمه ولا اي حاجه خالص من الكلام ده. نبدا الحكايه من الاول خالص، من قبل ما تيجي الفكره في دماغنا اصلا. من كذا يوم كده جوزي ربنا يخليهولي يا رب قاعد على التليفون فاتح الفيسبوك، فقابله فيديو لأخت زميلة يعني في نفس المجال، جايبة ممبار ضاني زي اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو، وعاملاه بقى مظبطاه زي ما أنا عاملاه برضو في أول الفيديو، وجايبة بقى طريقة حشيه بالقمع ومش هياخد معاكي 10 دقايق، ولو عندك 10 كيلو ممبار في 10 دقايق هتكوني مخلصة. فعجبه قال لي الله مش عارف شكله صغير وجميل واكيد طعمه حلو ومش عارف ايه زي شكله، هو فعلا عجبني. قلت بس يعني ما يكونش نفسك في حاجه وانا موجوده، عيب وتبقى عيبه في حقي يعني. فرحت اتشملت وعملت نفسي حبيت اتفزلك بقى فزلوكه، اللي انتوا عارفين الواحده كده لما جوزها بيكون طالب منها حاجه وعايزه تثبتله بقى اللي هي مفيش منها. فروحت جبت الممبار وقلت هحشيه وهظبطه تمام. هو انا اول ما جبت يعني وانا بشتريه اشتريته من واحده كده في السوق، هو كان السعر بتاعه 140 جنيه الكيلو ممبار ضاني. فانا وهو في الميه هو ما كانش متنضف، بس كان يعني ايه كان نظيف، يعني كان مش اللي هو كان متبهدل قوي، يعني منضفينه من الحاجات اللي بتبقى فيه، بس برضو لازم يتغسل تاني كذا مرة، يعني التنظيفة بقى بتاعتنا اللي احنا عارفينها دي. فكان باين عليه ان هو واسع يعني كبير، ان انا هعرف احشيه بايدي مش هحتاج له قمع ولا هحتاج لاي حاجة. فعجبني الصراحة قلت هجيبه. جبت ايه الصراحة جبت كيلو الا ربع تمام. جيت بقى النهاردة يا اخواتي عشان احشيه، غسلت وظبطته وهتشوفوا معايا بقى دلوقتي في الفيديو بعد ما اتغسل كان بفتة بيضة كده وريحته دي يعني عايزة اقول لكم كده سكر زي ما بقول. عملت بقى الخلطة. اول حاجة انا حشيت الوزة عشان نبقى ماشيين في الفيديو كده مع بعض. هكمل لكم بقى باقي الاحداث ان شاء الله معانا الفيديو، يعني ايه الاحداث بتاعته طويلة فهكمل لكم ايه مع الفيديو. يعني حشيت الوزة مرتة بصل قطعته جوانح كده وحشيت بيها، واللي فضله عملت ايه لمرتة الشوربة تمام. ولعت على الوزن. انا كنت الاول قشرت البصل هحتاجه في الاكل كله مره واحده علشان انجز، ويعني نسيبنا من الطاسه دي خالص عشان الطاسه دي بتاعت قلي البطاطس، واكيد يعني موجوده في اي بيت عشان محدش يخش يعلق الطاسه عامله ليه كده. الطاسه دي يا جماعه بقى لها اكتر من 8 سنين بقلي فيها بطاطس ومش عارف ايه، انتوا عارفين بقى قلي البطاطس بيبوظ الطاسات، فهي الطاسه دي مخصصه اصلا لقلي البطاطس. فانا عشان كنت قاليه فيها الصبح والفطار، فعشان يعني نوفر في الوقت وما نهدرش مواعين كتير، انا كده كده اصلا يعني بحط زيت كتير
الزيت لخلطة ممبار او محشي، فحطيت الزيت اللي انا قلي فيه البطاطس الصبح، هو نضيف يعني مفيهوش حاجة، في نفس الطاسة كله، فعملت فيها البصل عشان ايه نوفر، عشان انا اصلا مبحبش الزيت بتاع البطاطس يتركن كتير. تمام. هنا انا كنت بعمل التسبيكه بتاعه المحشي. هنا انا ما كنتش لسه غسلت الممبار الصراحه، قلت هولع على تسبيكه الخلطه يعني هتتعمل على نص الممبار. هنا كانوا طماطميتين في التلاجة كده، وقرنين فلفل احمر، اللي هي الفلفل الاحمر خالص البارد. طلعت كيس صلصه جاهزه من الفريزر، فتحته وحطيته في التسبيكه وغطيت عليها وغطيت بصوا براحتها خالص عقبال ما خلصت الممبار. تمام. وزي ما انتوا عارفين الممبار يعني حاجه زي كده في الغسيل بتاخد وقت، ما اسمعش بقى حد يقول ده 5 دقايق ومش عارف ايه، اكيد حاجه زي دي تنظيفها بياخد وقت، ليمون بقى وملح ودقيق ومش عارف ايه، وبالسكينه وتشيل الحاجات اللي فيه، فبياخد وقت. عبل ما خلصت الصلصه كانت عامله كده، يعني خلصت، اللي هي بتكون فاصله الزيت على الوش والصلصه لتحت. تمام. كنت خلصت الممبار، قطعت الخضرة، غسلت الخضرة وقطعتها، وغسلت شوية الرز هوريهولكم دلوقتي. هنا يعني بوريكم ان انا بقى ايه شاطرة، قطعت بقى وخلصت بسرعة. وعايزة اقول لكم برضو ايه، ما يغركوش التصوير، يعني انا فضلت احشي في الممبار اكتر من ساعتين من ساعتين ونص، حوالي ساعتين ونص او 3 ساعات يعني. انا مش عارفة عقلي كان فين لما مشيت ورا الفيديو اللي انا شفته يعني الصراحة. ده الممبار بعد ما استوى. اسفة، مش عارفة يعني بعد ما غسلته زي ما انتوا شايفين بفتة بيضة، مفيهوش اي ريحة زفارة خالص. بصوا حاجة كده زي السكر، يعني شكله حلو قوي الصراحة، ما يغركوش بقى الشكل. تمام، لانه طلع عين، بصوا والله العظيم طلع عيني في الحشو. وما تسألونيش انا حشيته ازاي، لان انا لحد دلوقتي انا مش عارفة انا حشيته ازاي اصلا. تمام. المهم انا يعني جيت صرفت في قمع، وبقيت والله العظيم بقيت ادخل قمع بالعافيه في المنبار. انتوا شايفين اصلا الصابع قد ايه، يمكن انا صبعي اصلا قد صبعي. شايفين الصابع بتاع المنبار قد ايه. السجق بيبقى اتخن منه بالله العظيم، يعني السجق اللي انا بجيبه اللي هو السجق البلدي ده اتخن من صابع المنبار نفسه. انا مش عارفه برضو عقلي كان فين، انا ايه اللي خلاني اقعد على حاجه زي دي واحشيها. اقول لكم اخد مني يجي ساعتين ونص 3 ساعات حشو بس، ما بالك بقى تجهيز خلطه وسوا بقى وتحمير ومش عارف ايه. المهم انا نزلت حبيت ان انا اسويه في الشوربه، خدت شويه شوربه من بتاعه الوزه وقلت هسويه فيها. تمام، عشان تديله نكهه حلوه كده. حطيته ابدا ان انا انزل بيه واحده واحده. انا كان في دماغي كان نفسي قوي اعمل شويه ممبار بوبس، بس يعني هو ده اصلا كله لوحده بوبس، مش محتاج ان انا اقعد اربط فيه، يعني هو الممبار لوحده ده بوبس، فمش ده اصلا اللي بيتعمل. بس انا كان نفسي ان انا اعمل شويه، ما عرفتش طبعا. انتوا زي ما انتوا شايفين الصباع قد ايه، اصلا قد صوابعي، يمكن صوابعي اكبر منها كمان، ما فيهمش الا كام صبعين اتنين يعني، كبار شويه. هنا بعد ما خلصت والحمد لله وربنا كرمني وخلصت على خير. شايفين صابع الممبار قد ايه، شايفين انا يعني اللي يشوفه من بعيد يفكر ان هو سجق مش ممبار. وعايزه اقول لكم انا يعني من موقعي هذا اقول لكم ان انا عمري ما هجرب التجربه دي تاني الصراحه. مضيعه للوقت، وما بتحسيش بطعم الممبار وانتي بتاكليه اساسا، اللي هو مفيش ممبار يا جماعه، ده يعني قد صباعي مفيش. لا انا ما احبش او ممبار يكون صغير بس ما يكونش قد صباع الواحد يعني، وبعدين عشان حتى اعرف احشيه. فمن هنا بقول لكم مش اي حاجه تشوفوها تصدقوها، في 10 دقايق هتنضفي 10 كيلو ممبار، هتحشي 10 كيلو ممبار بالأم. غلط جدا. على فكرة انا ما حشيتش كمية الممبار كلها، ما قدرتش اكتر من ساعتين ونص، وانا ما خلصتش اصلا يا دوبك نص الكمية من التعب، ما قدرتش ان انا اكمل، لان انا اصلا ضهري بيوجعني من القعدة او من الوقفة على طول، فما بقدرش ان انا افضل قاعدة يعني فترة طويلة. هنا بعد ما خلصت الاكل، واتمنى تكونوا استفدتوا لو بمعلومة بسيطة انا حبيت اوصل لكم، مش اي حاجة تشوفوها تصدقوها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك واشتراك للقناة وشير
يعني شير في الخير ينفع غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها كل خير وتيسير، وتشفينا من جميع الأوجاع والأقسام، وتحفظنا في اليقظة والمنام، وترد عنا نوائب الدهر ومتاعب الأيام.